السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل مناسبة دولية يأتينا هدايا من جيراننا الكبرانات، هدايا مجانية ولها وزن ثقيل ترفع من شأن المغاربة وتحط من كبرانات ومن جيراننا. في موديل قطر حاولوا بشتى الطرق أن يزعجوا المغاربة، الجمهور المغربي، ويستفزون الجمهور المغربي فلم يفلحوا. وأيضا أعطوا يعني سمعة سيئة لبلدهم الجار الذي قال فيهم المرحوم الحسن الثاني رحمه الله: ليعلم العالم مع من حشرنا الله. وقد علم العالم مع من حشرنا الله في مناسبات قطر، وأيضا في الشان الذي ليس له شأن. كان الطريقة التي كان يصيح بها الجمهور الخزائري دليل مؤكد على أنه كان ذلك مدروسا ومخططا له، وكان نعلم تدريبات على تلك الكلمات وعلى تلك الطريقة السيئة الخبيثة الذليلة التي كانوا يصيحون بها أثناء افتتاح الشان. الحمد لله أن الله يعني منع بطريقة ما، منع المنتخب المغربي المحلي للذهاب إلى الخزائر وأيضا الجمهور المغربي، لأن كان ستكون هناك لا محالة صدامات عنيفة ضد الجمهور المغربي بالخصوص. أما المنتخب قد يكون في منعه، لكن الجمهور المغربي في المدرجات كان سيكون يعني معزولا وسط ذئاب لا تعرف، ليس لها أي أخلاق بعيدة عنها كل البعد. السباب التي سمعناه في افتتاح، ولحسن الحظ أن المنتخب والجمهور لم يكونوا حاضرين، وإلا لكانت هناك صدامات ولا نعلم مدى خطورتها. لكن نعلم من هم الكبرانات، ونعلم من هم هؤلاء المرتزقة الذين حضروا الافتتاح. العجيب أنهم سيسوا هذا الرياضة، أحضروا معهم ذلك المرتزق الذي أساء إلى تاريخ والده مانديلا بتلك العبارات التي قالها بغباء. لتعلموا أن جبناء لم يستطيعوا أن يقولوا ذلك بأفواههم، فأتوا بزنديق من جنوب أفريقيا ليقول ما هم يريدون قوله. طبيعة الحال كل حرف ب1,000,000 دولار لا محالة. المهم العالم شهد ورأى بأم عينه، ورأى تلك المهزلة، تلك الافتتاح الذي كان مسيسا على طول. والحمد لله أن المغاربة لم يكونوا هناك، وإلا لكانوا تعرضوا إلى الضرب، والله أعلم قد يكون القتل أيضا. هذا الشأن الذي بلا شأن أصبح معرة في وجه هذا البلد الجار الذي ابتلانا الله بهم. العالم كله يسخر منهم. نحن نرتقي كلما أساءوا إلينا بتلك الطرق، نحن نرتقي، والعالم ينظر إلينا يعني بالعالي، وهم يحطون من قدرهم كل مرة، يحطون من قدرهم أمام مرأى العالم. ليس فقط، كان في السابق
كل تلك المشاكل تكون بيننا، يعني منحصرة بيننا لا يعلمها الشعوب العربية والعالم. أما الآن فأصبحت العالم كله يعلمها، خصوصا في مونديال قطر بعدما أساءوا إلى ذلك المشجع السعودي وإلى بعض الجماهير العربية بالخصوص. الحمد لله أننا لم نحضر إلى تلك المهزلة، ودائما المغرب عالي وبعيد عنهم، بعيد أن يصلوا إليه حتى بالخيال. والحمد لله زادنا الله عزة وزادهم حقارة وذلا ومهانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.